السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بزعل جدا لما ببعد فتره عن اليوتيوب وبيجي لي اكتر من تعليق بيسأل عني. بحس زي ما قلت لكم قبل كده بالذنب ناحيه الناس اللي هي متعلقه بيا دي وعايزين يشوفوني تاني. تعليقاتكم بتكون مؤثره فعلا، يمكن انا مش بعرضها ولا بنزلها منتدى. يعني مش بحب، يعني عايزه احتفظ بمكانتي عندكم بيني وبينكم انتوا بس، مش لازم حد تاني يعرفها. وما اني سجلت صوت على 2 فيديو ونزلتهم بناء على رغباتكم، ومع ذلك التفاعل مازال ضئيل قوي، ما ينجحش الفيديو، ما يدينيش الحماس اللي انا عايزاه. ف وانا نزلت لكم سجلت لكم صوت احتراما لرغباتكم انتوا. لما قلت لي الفيديو من غير صوت زي الاكل من غير ملح، انتوا بتستهزوا بتعليق زي ده يا جماعه؟ ده يفرق جدا مع الواحد. لان لما يكون الفيديو نازل وعامل مشاهدات 1400 مشاهده، واللي عمل لايك اقل من 300، يعني معنى كده ان في 1100 شافوا الفيديو ما تفعلوش عليه، ما عبروش عن رأيهم ورد فعلهم الحقيقة. أنا مش عايزة حد يكذب ومش عايزة حد يجامل، أنا عايزاكي تشوف الفيديو وأكيد هيتكون عندك رأي هتعبري عنه في تعليق صغير أو لايك أو ديسلايك. ده شيء مش هيكلفك حاجة خالص، هيفيدني أنا ان انا اكون موجودة وتشوفيني مرة واتنين وتلاتة، واجتهد اكتر وانزل لك افكار واحاول اجدد في المحتوى علشان انول رضاكي واكون قد ثقتك فيا وقد احترامك ليا، بما انك سمحت لنفسك تقتصي كده وقت من جزء من وقتك وتشوف الفيديو. ده له عندي تقدير طبعا. لكن بما اني ما لقيتش ده، ولقيت التفاعل يا دوب زاد كده شويه تعليقات زياده، بس اللايكات زياده وخلاص. لكن للاسف انا بحترم كل حد سمع كلامي وقدره وتفاعل على الفيديو، على راسي كلكم وجوه عينيا وجوه قلبي. بس للاسف النسبه ما تنجحش الفيديو، النسبه ما تدينيش الحماس المطلوب ان انا اكمل. آه محتوى تصنيع الصابون البلدي محتوى قد كده اهو، ومحدود قوي قوي، وموجه لفئة معينة، ستات البيوت اللي عايزين يوفروا. القناة اسمها فن وتوفير، أنا عايزة أعمل لك توفير وأمتعك كمان بيه، يبقى في لمسة فنية وبجتهد قوي على كده، وهو ده محتواي. كتير بيطلبوا مني وصفات عناية، أنا ماليش في وصفات العناية على فكرة. آخر حد طلب مني شامبو للشعر يمكن أنا عملته على القناة القديمة، لكن ما عملتش وصفات عناية هنا خالص على القناة دي. محتواي كله يا جماعة هو إعادة الزيت المستعمل ده، ما نهدروش ما نرموهوش ما نبيعهوش. ده باختصار نحاول نستفيد منه أقصى استفادة، مش إن إحنا نستفيد كده أي حاجة، لا ده إحنا هنستفيد حاجة تفرق معانا. بنبحث عن النظافة هنلاقيها، بنبحث عن التوفير هنلاقيه. عشان كده قناتنا هي فن وتوفير. وصفات العناية أنا آسفة جدا، أي حد بيطلب مني وصفات عناية أنا بعتذر له حتى إعادة تدوير صابون البشرة أنا عملته برضو بناء على رغبة أخت من أخواتي. برضو أنا بشتغلش في الحكاية دي، ملهاش علاقة بالزيت المستعمل. أنا كل ما له علاقة بالزيت المستعمل وإعادة تدويره هتلاقوني موجودة فيه وأنا ببحث عنه أصلا. بما إن الصناعة دي صناعة تحترم جدا وفي شركات بحالها بتشتغل في الصناعة دي، واحنا كستات بيوت عاديين عملنا شغل يتفوق على شغلهم كتير قوي. آه، فاحنا عايزين نحل كل مشاكلها ونتخلص من كل عيوبها، والحمد لله ما فيهاش غير عيب واحد بس، عيب واحد بس هو اللي بيقرقنا: ريحة الزيت. ريحة الزيت في الملابس، وبنشتغل عليه والحمد لله وصلنا الإضافات قللت بنسبة كبيرة جدا من ريحة الزيت دي، قللت. مع احترام لكل الناس اللي تعبت واجتهدت واشتغلت لحد النهاردة، أي إضافة أنا سمعت عنها وجربتها ماليش دعوة باللي لسه ما جربتوش. ده أنا بمجرد ما بسمع عن أي إضافة يعني بعملها على طول مع نفسي وبعد كده بصورها لكم. لحد النهاردة ما فيش إضافة لغت تماما ريحة الزيت، انسي الحكاية دي، ما حصلش. بس برضو أنا مع احترامي للكل، طول ما احنا بنجتهد هنوصل، لان الكل مجتهد نصيب، ربنا هيوفقنا في يوم من الايام ونوصل لاضافه للصابون البلدي دي تحل العيب الوحيد فيه او تعالج العيب الوحيد فيه، سواء انا او غيري او غيري او غيري او غيري. مش شرط اكون انا، يا ريت انا، المهم نوصل. مش هتفرق معايا، انا هتبقى مهمتي ساعتها ورسالتي ان انا اقدمها لك في فيديو، اسهلها لك ابسطها لك اعملها معاكي عملي علشان اشجعك ان انت تعملي الصابون وتستمري مش توقفي علشان العيب ده، لا، هحللك المشكله. هوصل لك حلها بمعنى اصح، لو انا حتى اللي وصلت او غيري وصل.
فانا شغاله على المحتوى ده. المحتوى ده ما فيهوش يعني ما فيهوش اختيارات كتير، محدود. عشان كده انا بقول لكم قولوا افكار، لان احنا لو قررنا نفسنا، انا عن نفسي قبلكم حمل، وفعلا انا بمل. حتى انتوا لو تلاحظوا انا بحاول اغير في كل حاجه، يعني انا بحط نفسي مكانكم. بحس كده بالمتابع اللي بيتلقى المحتوى اصلا مستني مني ايه، ولو شاف الفيديو ولقاه مكرر فهيمل. فبكون حريصة ان انا اقدم لك في كل فيديو ولو تركاية صغيرة قد كده، ممكن تكون يعني مش ملحوظة، بس في حاجة اضافة. ساعدتونا كتير قوي علشان نوصل لحل مشكلة الزيت المستعمل لما بنعمله صابون وبيبقى له ريحة في الهدوم. ساعدتونا كتير بأفكاركم. وقفتوا ليه؟ ايه اللي خلاكم توقفوا أفكار؟ عندي أفكار، جاتني أفكار، بس في أفكار منها مكلفة. يعني لما أنا قلت هي يلا هنفذ الفكرة دي، لقيتها هتكلف قوي. هي هتعالج عيب في الصابون البلدي أي نعم، في حاجة تفرق معانا، لكن هتكلفنا كتير. هتخلينا بقى التكلفة دي نحسبها حسبة صغيرة، بدل ما أكلف كل ده على صابون بلدي قديم من زيت قديم وأقعد أصنع وأستنى فترة حضانة. لأ، أروح بقى أشتري بالفلوس اللي هكلف بيها دي منظف جاهز ينضف لي على طول. المنظفات كتير ومتعددة وأنواع وشركات وكده. أنا بحط نفسي مكانك، بفكر زيك، عشان كده ما قدمتلكيش الأفكار دي، ركنتها على جنب. ده غير إن سياسة القناة أصلا هي فن وتوفير، احنا بنقدم حاجة موفرة بلمسة فنية، فده هيكون عكسها. بس كنت بقول ممكن على فترات بقى نقدم فكرة زي دي، طالما انها فيها حل، وهيبقى لك انت الاختيار تنفذيها او ما تنفذيهاش، بس بقى من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه، اضافة ليكي وخلاص. لكن طالما ان التفاعل على الشغل اللي بينزل لكم ما ينجحش الشغل، فانا معلش حطوا نفسكم بقى مكاني. يعني انا بفكر زيكم، فكروا زيي. اتعب نفسي على ايه واكلف نفسي كمان على ايه يا جماعه؟ انا مش بطلب شيء مش من حقي. حضرتك دخلتي فتحت الفيديو وكملتيه او ما كملتهوش، انطباعك ايه عن الفيديو؟ والله عجبني، بسيطة، دي لمسة بصبع ايدك بس. والله ما عجبنيش، برضو بسيطة، هي برضو لمسة بصبع ايدك بس. طب وعجبني بس وقفت عند حاجة معينة، خلاص اكتبي لي تعليق لو سمحتي كذا 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 كذا. وانا بهتم بكل تعليق، ما بسيبش فيه اي حاجة. يعني حتى صاحبة التعليق بفضل اتابع معاها برد واتنين وتلاتة واربعة لحد ما يوصل لسبعة وتمانية، واقول لها ادخلي في تعليق جديد لحد ما نوصل لحل المشكلة. يعني ما بفوتش ولا تعليق. انا حتى لو بعدت عنكم ونزلت لكم شغل على فترات، فانا هتلاقوني دايما معاكم في التعليقات. اي استفسار، اي حاجة عايزة تسألي عنها اكتبها لي في تعليق، واول ما يوصلني هرد عليكي. وعلى قد ما هقدر هنزل لكم شغل، بس سامحوني على فترات.